صباح الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين وزملاء المهنه. النهارده هنتكلم على حاجه تهمنا كلنا، اللي هي ايه؟ انت كمدير الفريق بتاعك عايز منك ايه؟ بنقول امسك في فريق عملك كويس قوي، لانه الحكمه بتقول انه the people leave their managers before they leave their jobs. يعني الناس بتترك المديرين بتوعهم قبل ما يسيبوا الشغل، او بمعنى اصح خلينا نبسط الجمله نقول الناس بتسيب الشغل بسبب المديرين مش بسبب الشغل، لان المدير طبعا ليه عامل كبير قوي في نجاح عمل الفرد او الاداء بتاعه. طب النهارده نتكلم عن 6 حاجات كده بسرعه، نقول فيهم ال6 حاجات دول انت ايه المطلوب منك تجاه الفريق العمل بتاعك او تجاه موظفينك. الموظفين عايزين منك ايه؟ الموظفين عايزين منك اول حاجه، الناس بتحب المدير اللي يفهمها ويقدرها ويتكلم معاهم بصدق وما يحطهمش تحت ضغط، لان الضغط ده مهم جدا. رغم ان حتى في اي شغلانه اقول لك ايه القدره على العمل تحت ضغط، وليه تبقى شغال في مكان شغال فيه تحت ضغط؟ وانا ايه اللي خلاني اشتغل في مكان فيه تحت ضغط عمل؟ يعني مضغوط نفسيا. العمل مش مشكله، كلنا نقدر على العمل، لكن الضغط النفسي مساله مش لطيفه. يعني لما اكون في مجال شغلك يبقى الناس الاول عايزه حد يفهمها وما يحطهاش تحت ضغط نفسي. ده اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ خلي الناس سعداء بعملهم، يعني خلي الراجل اللي جاي يشتغل مبسوط بشغله، مش جاي يقضي واجب وخلاص. وخليك انت ملهم وناصح وصادق. بمعنى ايه؟ قول له لا دي غلط ودي مش كويسه عشان مستقبلك الوظيفي، والحته دي ما تعملهاش، ودي بامانه شديده. يعني انت مش عايز منه اي حاجه، مش عايز ان هو هيضيف لك حاجه جديده، لكن العكس انت بتضيف له حاجه جديده. قدر الناس وخليك ليهم ناصح امين. يعني وانت بتتكلم مع الناس خليك ليهم ناصح امين، وكون عطاء. يعني يكون عندك حته العطاء والاخلاص في العمل. زي ما قلنا مش جاي تحسب ساعات عمل وماشي، لا، مهم قوي انت انجزت ايه. لما الفرد اللي قدامك او فريق عملك يلاقيك بتعمل ده، تاكد تماما ان هو يبقى ده سلوكه هو كمان، هيحذو نفس الحذو. يعني لان بيقول لك the people act زي managers. الناس بتقلد مديرينها، وياما عدينا على مديرين كويسين جدا وعلمونا وتعلمنا منهم. تالت حاجه، خليك عندك بيسموها الانتجريتي، النزاهه. خليك نزيه في عملك. يعني ايه؟ ياما مديرين فقدوا عملهم بسبب حاجات صغيره جدا حقيقي. يعني انا بتكلم عن تجارب، احنا كنا كلنا ستاف وكنا مديرين وعارفين الموضوع ده كويس قوي. بسبب اوردر خدوا مش عارف اوردر مجاني، والناس اللي حواليه حسوا انه خدوا الاوردر ده مجاني. طب انا هعمل زي المدير، هاخد حاجه كده هايد اند سيك، هاخد حاجه كده وانا واستخبى كده؟ لا، مش لطيفه. خليك انت ايه؟ سيت ذا موديل. خليك انت مثال للناس اللي معاك. تمام؟ دي تالت حاجه، النزاهه. رابع حاجه، قول لهم يا جماعه احنا كلنا ما اتولدناش مديرين، وده حقيقه. يعني كلنا بدأنا ستاف وكلنا بدأنا موظف صغير، وبعد كده ترقينا في العمل واصبحنا مديرين. انت عشان تعمل ايه عشان تبقى مدير؟ لازم تتحلى بالصفات اللي احنا قلنا عليها دي، وتفهم للستاف بتاعك ان دي رساله. انت بتسلم الجيل اللي بعديك، والجيل اللي بعديك بيسلم الجيل اللي بعديك، كل واحد بيسلم التاني، كل واحد بيدرب ناس يبقوا مديرين في يوم من الايام. كل واحد بيعمل عمل عشان يبقى مثال للناس اللي بعديه. وانت فاهمهم كده، قول لهم يا جماعه احنا ما بدأناش مديرين، بدأنا زيكم استاف، لكن المفروض تعمل كذا وكذا وكذا عشان تبقى مدير كويس. خامس حاجه، المؤيد للافكار. ادي الناس زي ما مساحه من الحريه ان هم يعبروا عن نفسهم في شغلهم، في ادائهم، في افكار جديده. خد كل فكره زي ما قلنا قبل كده انها ممكن انها تتحقق، لكن ممكن تكون مش وقتها. فما تصدمش الشخص اللي قدامك، وقول له ممكن الفكره دي تتحقق لكن مش دلوقتي، في اللونج تيرم او على اللونج ران، يعني على المدى البعيد. فهمهم. اقرا في مجال عملك كل يوم، اقرا في مجال عملك وطور من نفسك كمدير ايا كان بقى موقعك الوظيفي، مدير مطعم، مدير فندق، مدير كذا. اكيد طبعا بتوع الفنادق بيقروا وبياخدوا يحضروا اجتماعات وسيمينارز وكده. اقرا في مجالك وطور من نفسك كمدير، وطور من الناس اللي معاك. ادي معلومه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خد العلم بتاعك ده على انه علم. ما بنتكلمش على علم القرآن، بنتكلم على العلم. اطلب العلم ولو في الصين، في حديث اخر. يعني دايما طور من نفسك، طور من الناس اللي معاك، وطور من ادائهم، وطور من وظيفتهم. سادس حاجة مهمة جدا قوي، اجري للناس في حاجة في احتياجاتهم. يعني عند موظف مشكلة في الراتب، روح اجري عليها. عنده مشكلة في الاتندنس، روح اجري عليها. عنده مشكلة في تأخر ترقية، روح اجري عليه. عنده مشكلة في تأخر راتب او غلطة في الراتب، روح اجري عليه. خليك انت زي ما قلنا قبل كده انك انت بتمثل HR دخل مؤسستك، مش قادر يوصل هو الإدارة، روح انت الإدارة واتعب مشوار. مفيش مشكلة، اتعب في مشوار وجيب الموظف حقه. هيخليك في الحالة دي ان يحس بتقديره ليك.
هو نفسه هيقدرك، كل المدير ده بيتعب عشاني، انا لازم اشتغل عشان خاطر الراجل ده ما اجيبلوش اي احراج في مجال عمله. لو يعني نرجع الست حاجات تانية يا جماعه كده. قلنا الناس بتحب الواحد اللي يشتغل معاهم يفهمهم ما يحطهمش تحت ضغط. 2 خليهم سعداء بعملهم وخليك ناصح وواضح. 3 حاجه خليك سيت ذا موديل او خليك مثال ليهم في الالتزام والاداء. رابع حاجه قلنا انك تخليك كمثال للناس وايديال يعني، وقول لهم يا جماعه ما حدش ولد مدير، وساعدهم انهم اديهم الامل في النمو والترقي. 5 حاجه المؤيد للافكار. 6 حاجه انك تسعى للناس على مطالبهم او حقوقهم. حاجه بقى مهمه اخيرا جدا، لا تقطع بوعد لا تستطيع الوفاء به. يعني ما تقولش انا هزود لك مرتبك وانت عارف انه ما فيش زيادات مثلا الا في 1/1 او في 1/7. ما تقولش هزودك الشهر الجاي الا اذا كنت متاكد فعلا انك انت تقدر تجيب له حقه من الزياده دي، وحقه يكون بناء على ايفالويشن وبناء اللي هو تقييم الاداء وفهم الناس. ما فيش حد بيقول اطلب زياده، لا، بناء على تقييم الاداء او فرص للترقي متاحه وهكذا. لان كلنا بنشتغل في منظومه وفاهم الموظفين بتوعك كده، احنا في منظومه ليها اسسها وليها نظامها. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في اعمالكم. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا، اشوفكم على خير، مع السلامه.